في إطار التعاون المستمر مع وزارة الزراعة ولا سيما مديرية الإرشاد والتعليم الزراعي والتنمية الريفية. طبعا تم إطلاق المرحلة الأولى من موضوع إنه القرى التنموية. طبعا بالمرحلة هي في عنا اختيار القرى. في مرحلة محافظة قنيطرة إن شاء الله تم اعتماد قريتين، صيدا صيدا طبعا بالقطاع الجنوبي، مسحرة بالقطاع الشمالي أو الأوسط. طبعا اختيار هدول القرى تم بناء على معايير متعددة، من أهمها أنه هي القرى تضررت بالظروف الحرب، في انخفاض بالإنتاجية سواء كان القطاع النباتي أو القطاع الحيواني بالشقين، يعني النباتي والحيواني. طبعا احنا بشكل عام محافظة قرانا كلها كانت صار فيها ضرر، وأخيرا خاصة بالتوغل الإسرائيلي اللي صار بالمحافظة. طبعا بناء على هي المعايير إن شاء الله تعالى بالتعاون مع المجتمع المحلي راح يتم اختيار هي القرى، اختيار كمان أيضا من المجتمع مين يمثل هي القرى، من أجل وضع برامج زمنية الهدف الأساسي إطلاق مشاريع زراعية أو مشاريع تتعلق بالثروة الحيوانية كخطوة أولى، تنمية هي القرى والتخفيف والحد ما أمكن من الأضرار اللي نتيجة الحروب والظروف تعرض لها هاي المناطق. طبعا المجتمع المحلي شاركنا بعملية اختيار المشاريع اللي هن بدهم إياها، تقييم هي المشاريع بالخطوة اللاحقة، بهدف مثل ما حكينا إن الهدف النهائي الأساسي أو لهي المشروع هو إنه نحقق تنمية إن شاء الله كبداية بهي القريتين، وإن شاء الله كمشاريع مستقبلية باقي القرى الموجودة بالمحافظة. طبعا نحن قمنا بدورنا بالاجتماع معهم بتقديم النقص عنا والنقص الموجود بالبلد والدمار، وأعطيناهم معلومات كاملة. هم بدورهم بيقوموا بإيصال هاي المعلومات للوزارة، واقتراح المشاريع التنموية للبلد، وإن شاء الله فيها خير كثير للبلد. وزارة الزراعة اختارت قرى تنموية في محافظة قنيطرة، ومن القرية اختارتها قرية مسحرة. طبعا اختارت قرية مسحرة لعدة أسباب. أول شيء القرية فيها فجوة تنموية كبيرة نتيجة تعرضها لدمار كبير أثناء الثورة اللي قامت في سوريا. تضرر الأبنية، تضرر شبكات الصرف الصحي بشكل كبير، تضرر هجرة السكان، البنية التحتية سيئة كثير في هذه القرية هاي. والواقع الزراعي كمان تضرر كثير كمان نتيجة وجود مسافر، وجود مخلفات الحرب. فكل هالأسباب هاي أدت لاختيار المسحرة كقرية تنموية للعمل على تحسين الأوضاع العامة والبنية التحتية في هذه القرية.